حبيبتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو كيفاش غادي نديروا الزيوت في الوجه ديالنا. بالنسبه للزيوت بزاف الناس كيكون عندهم حساسيه الزيوت، ما كيقدروش يوضعوها في الوجه ديالهم، او تكون البشره ديالهم حساسه بزاف ما كتحملش الزيوت. فكنقول لهم يمكن لكم تزيدوا شويه نقيطه الزيوت في الكريم ديالكم وديروها على الوجه ديالكم، هكا غادي تستافدوا بالفيتامينات اللي في الزيوت. فغنوريكم الطريقات بجوج كيفاش كنوضع الزيوت في الوجه ديالي بطريقه المساج اللي كنديرها كل شهر حتى شهر ونص، وكيفاش كنوضعوه بسرعه كل ليله باش كنوفر في الوقت وكذلك كنستافد من الفيتامينات الزيوت. كتشوفوا انا يلا خرجت من الحمام من بعد الفيديو السابق اللي حطيت لكم اللي درت الماسك الوجه ديالي وكذلك الشعر ديالي باش طوال. ولا حبيتوا تشوفوا الفيديو السابق يمكن تشوفوه في هذا الرابط اللي غادي يدوز. بعد ما خرجت من الحمام انا خديت شويه ديال الماء الورد في قطن ودوزته على الوجه ديالي، رائع جدا كتونر. من بعد غادي ناخذ الزيوت ديالي. انايا في هذه القرعه هذه وضعت يعني جوج من اكثر الزيوت كتعجبني بزاف، كنستعملها بزاف في حياتي، اللي هو زيت الكوكونات وزيت ارغان. الكوكونات اللي هو جوز الهند. فهاد جوج ديال الزيوت يعني كيعجبوني بزاف، كنستعملهم بزاف. فهنا وضعتهم بجوج بهم في هاد القنينه واللي فيها اللي كنت ديجا كنستعملها في حاجات اخرين، واللي فيها هاد اللعيبه هذه كتسهل بزاف انك تاخدي الزيوت. وغنبداو دابا على بركه الله نوضعوا الزيوت. اول حاجه كندير هي كناخذ شويه فقط الزيت، ما تشوفوا يعني ماشي بزاف، شويه فقط زيت كنوضعها هنا في الاصابع ديالي بحال هكا، كندفيها ما بين اليدين ديالي. كناخذ شويه ديال الزيت ما بين يدينا وكنوضعوه على وجهنا غير شويه خفيف. وغنبدا بالجبهه ديالي وغنستعمل فقط هاد الجوج هادو الاصابع، وغنبدا من هنا وغندير بحال دوائر 6 ديال الدوائر حتى نوصلوا لهنا. ناخذ الزيت فما نحشو بحال هكا، 1 2 3 4 5 6 ونبقاو هنا واحد ثواني 5 ثواني. عاوتاني نعاودو العمليه، الا صبعنا نشفو كنوليو نجبدو. عاود هنا 1 2 3 4 5 6. نديروها 3 مرات. دابا غادي ندوزو، يعني صراحه احسن حاجه هو يديرها لك شي واحد انك ترتاحي انت ديك الساعه. بعد ما سالينا الجبهه غادي ندوزو للذقن. وانايا حيت البشره ديالي جافه كتحتاج مور الزيت فقط نقطه كناخذها نوضعها هنايا في الاصابع اللي كنخدموا بهم بزاف. غنبداو هنا من الوسط ديال الذقن وغنديروا دوائر وصولا لهذا العظم هذا، نحسب واحد 6 1 2 3 4 5 6. نحبسو هنا عاوتاني واحد 5 ثواني. زيد هنا حتى الفم 1 2 3 5 6. كنشدو هنايا عاوتاني نبركو شويه، نوضعو شويه ديال الضغط، القليل من الضغط، نخليه 5 ثواني. غنبدا من هنا وغنمشي لاعلى الاذن 1 2 3 4 5 6. ونبقى شاده هنايا 6 ثواني. نبرك شويه، نحط شويه ديال الضغط. عاوتاني غنعاودوها 1 5 6.
ودابا غنديرو حدا الانف وغنديروها 6 المرات بحال هكا. 1 3 4 5 6. هاتهم 1 2 3 4 5 6. العينين غنديرهم هنا من تحت الحواجب، تحت الحواجب ديالنا، وغير بشويه على هاد المنطقه. ما نديروش هنا، هنا لا، هنا هاد العظيمه اللي عندنا سو هنا حتى هنا عاوتاني نديروها 3 المرات. ودابا الفم نبداو من هنا، نضغطو شويه نديروها 3 المرات. الا بغيتي كثر يمكن لك كثر. وهكا غنكونوا سالينا المساج الوجه ديالنا. هذا اللي كندير انا تقريبا كل شهر. دابا ندوز كيفاش انا يوميا كندير الزيت اولا الكريم ديالي قبل ما ننعس، خصوصا قبل ما ننعس. يعني في الصباح كندير غير كريم، في الليل اللي كندخل الزيوت في الروتين ديالي. حاجه واحده اخرى اللي قلتها في الاول هي ان الا كنا حسينا بان عندنا حساسيه من الزيوت فيمكننا ناخذوا شويه الكريم، ناخذوا الكريم ديالنا في يدينا ونزيدوا عليه نقطه ديال الزيوت ونديروا بها نفس العمليه وتعطينا نتيجه كذلك رائعه. ندوز دابا كيفاش كنستعمل انا زيت يوميا. انا شنو كندير؟ كنزيل المكياج ديالي، كنغسل الوجه ديالي جيدا، كذلك كنستعمل تونر اولا ماء الورد، وكناخذ الزيت بحال هكا في اليد ديالي كلها. كنبدا من هنا الجبهه ديالي بحال هكا، ما كنحسبش بحال هكا. كذلك عاوتاني كنمشي من هنا، عاوتاني كنمشي من النيف لهنا الفم ديالي نفس الكونسيبت. وبهاد الخاتم هذا اللي كنوضعو، وبهاد الصباع هذا اللي كنوضعو فيه الخاتم، حيت كيكون هو ارق صباع، يعني هو اخف صباع على البشره ديالنا. كناخذ فيه شويه زيوت كنضعها هنا بحال هكا تحت العين ديالي، لان عندنا الجلده رهيفه هنايا فما بغاوش نضروها وصافي وكنمشي نعس. فنتمنى لكم الراحه حبيباتي، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه.